كثيرون حول بورتو قليلون حول موناكو. لو سألت أي مشجع كروي إيه أعظم سنة فيها معجزات كروية، دماغه دايما هتروح لسنة 2004. اليونان بتكسب اليورو، بورتو بقيادة جوزيه مورينيو بيكسب دوري أبطال أوروبا. ولأن التاريخ دايما بيذكر المنتصر، فدايما بورتو كان هو اللي موجود على الساحة، ولكن كان في إنجاز تاني بيحصل في الخلفية محدش يعرف عنه حاجة: موناكو. الفريق اللي شارك الكفاح مع بورتو عشان يوصل للنهائي، ولكن بيخسر 3-0 عشان كل الأنظار تتجه إلى بورتو وننسى الإنجاز التاريخي اللي عمله موناكو في السنة دي. وسط كل الرحلة العظيمة اللي موناكو قدمها في السنة دي، بس مفيش حاجة تقدر تشرح لك الإنجاز العظيم غير مواجهته قدام ريال مدريد في ربع نهائي تشامبيونز ليج 2004. وعشان تعرف حجم فرقة زي ريال مدريد 2004، احنا بنتكلم على بطل تشامبيونز ليج 2002، بنتكلم على جيل الجلاكتيكوس اللي زاد عليهم كمان ديفيد بيكهام. خسروا كلود ميكاليلي، وده كان رمانة الميزان بتاعت خط الوسط، وهنشوف تأثيره على الفرقة في خلال الماتش. بس انت بتتكلم على فرقة بحجم الجلاكتيكوس اللي طلعت بايرن ميونخ من دور ال16. وعلى الصعيد الآخر بتتكلم على موناكو اللي لعبت لوكوموتيف موسكو في دور الثمانية، إلى حد ما على الورق كان سهل نسبيا. تعال اخدك بره الماتش ثانيتين بس واحكي لك الناحية التانية على كبار أوروبا وهم عمالين يقعوا واحد ورا التاني: مانشستر يونايتد اللي طلع من بورتو، يوفنتوس اللي طلع من ديبورتيفو، انتر ميلان اللي طلع من دور المجموعات. يعني الجو كان ملبش على الآخر في بطولة زي دي. نرجع تاني للمواجهة بتاعتنا، وريال مدريد بيقول لنفسه أنا غير العالم اللي ورايا دي خالص. نازل ماتش الذهاب قدام موناكو بيتلعب في اسبانيا، وفعلا ريال مدريد بيحقق الفوز 4-2. ولكن التويست اللي انت محتاج تعرفها ان ريال مدريد كان خسران لحد نهايه الشوط الاول بنتيجه 1-0 عشان ينزل الشوط الثاني ويقوم رازع موناكو 4 تجوان عشان النتيجه تفضل 4-1 لحد الدقيقه 83. وساعتها مورينتس لاعب ريال مدريد السابق يدخل الجون الثاني لموناكو ويعيد الامل للفرقه في ماتش العوده. ونوصل لماتش العوده في استاد لويس الثاني، مهمه شبه مستحيله لموناكو. عشان تفهم بس قد ايه المهمه صعبه، غير ان هم محتاجين يدخلوا 3 تجوان، تعالى كده اخدك في تشكيله الفريقين وبالذات ريال مدريد. في حراسه المرمى الاسطوره ايكر كاسياس، خط الدفاع روبرتو كارلوس، فيلجيرا، سالجادو، في ناشئ كده لسه طالع اسمه الفارو ميخيا اللي جاي يبدل القائد فرناندو هيرو. وبعد كده الاثنين الارتكاز احنا بنتكلم على الساحر جوتي، وبعد كده نتكلم الناحيه الثانيه على بورخا فرنانديز. بورخا فرنانديز اللي الاغلب نصنا ما يعرفوش، ده اللي كان جاي يبدل كلود ميكاليلي. انت متخيل صح؟ ناشئ جاي يبدل كلود ميكاليلي. ننتقل بعد كده لخط الهجوم، والاغلب احنا بنتكلم على اقوى خط هجوم جه في تاريخ كره القدم في فرقه واحده: راؤول، زيدان، فيجو، قدامهم رونالدو الظاهره. 3 بالون دور بيلعبوا الماتش قدام فرقه زي موناكو محتاجه تكسب 2-0 عشان تتاهل للدور الجاي. لو ركزت في الفيديو هتلاقي ان في لعيب واحد انا ما جبتش سيرته، الصفقه التاريخيه ديفيد بيكهام، اللي ما كانش موجود في التشكيله الاساسيه بتاعه الماتش نتيجه انه اخذ الانذار الثاني في ماتش الذهاب. ناس كتيره حملته مسؤوليه الخساره وخروج ريال مدريد، كمان ان هم كانوا مقتنعين انه كان قاصد ياخد الانذار الثاني عشان يدخل نصف النهائي مرتاح، على اساس ان موناكو فرقه سهله كده كده هنكسبها. على الناحيه الثانيه بقى ديدييه ديشان داخل الماتش، احنا بنتكلم على ديدييه ديشان اللي كسب كاس العالم مع فرنسا 2018 وتاهل في كاس العالم اللي بعده للنهائي. داخل الماتش ده بغيابات بالجمله، خسر سكلاتشي في الدفاع ونقطتين الارتكاز بتوعه برناردي وزيكوس. ولكن لو بصينا للايجابيات بتاعت الفرقه هنلاقي ان اهم عناصر موناكو فيها مزيج غريب كده ما بين ناس او لعيبه عندها دوافع وما بين لعيبه تانية ناشئه عايزه تثبت نفسها. عندنا الباك الشمال الشاب الصاعد باتريك إفرا، وعندنا في خط النص الساحر جولي العقل المدبر اللي برشلونه هتخطفه بعد البطوله دي، وهيكون من ضمن الركائز الاساسيه بتاعت بطوله تشامبيونز ليج 2006 اللي كسبتها برشلونه. وعندنا قدام مورينتس اللعيب اللي نازل عايز يثبت ريال مدريد قد ايه ان هم خسروه. يعني لو فكرت فيها هتلاقي ان طبيعي ان هم كانوا يخسروه وهم معاهم رونالدو زيدان وفيجو وراؤول. فانت بكل ده بتتكلم في فريق كل اللي يملكه حلم وشويه دوافع، ولكن المهمه شبه مستحيله. ويبتدي الماتش تحت انظار فلورنتينو بيريز وتحت قياده الحكم الاسطوري كولينا. يا جماعه ساعتها الحكام كانوا نجوم، بس دي قصه تانية نخليها الفيديو تاني.
يبتدي الشوط الاول وريال مدريد كان اخطر، ريال مدريد هجماته اخطر، ريال مدريد مسيطر على الريتم كله، وموناكو كل فين وفين كده بيصد بهجمه او بيرد بكوره، ولكن من غير تهديد حقيقي من موناكو لحد الدقيقه 36 وراؤول جونزاليس يدخل الجون الاول لريال مدريد بعد تفويته سحريه من جوتي. وهنا المهمه اللي كانت شبه مستحيله لموناكو انها تتاهل للدور الجاي هي بقت فعلا مستحيله. ونوعا ما انت بتتكلم في نتيجه طبيعيه، انت جايب المشروع الاغلى في العالم بيأدي وظيفته. ولكن قبل نهايه الشوط الاول مورينتس بيريح الكوره لجولي عشان يحطها ارضيه في الشبكه ويعيد بصيص من الامل لجماهير موناكو، وينتهي الشوط الاولاني بنتيجه 1-1. ونوعا ما لو انت فكرت فيها نتيجه الى حد ما حتى لو تعادل، بس نتيجه طبيعيه بالنسبه لريال مدريد والى حد ما بتهزوش. ولكن كل ده هيتغير في تلت ساعه بس. احنا بنلاقي فريق جديد اسمه موناكو نازل الشوط الثاني ماسك رتم المباراه، ضغط عالي في كل حته، سرعه عشان يستغلوا الموضوع ده، وتلاقي عرضيه جايه عشان مورينتس ينط من فوق الكل ويدخل الجون التاني وتبقى النتيجة 2-1 عشان مش بس يعيد الأمل، ده بيقول إن الحلم فعلا ممكن. في اللحظة دي الملعب كله بيتقلب، انت بتتكلم في حاجة كانت شبه مستحيلة لبقى حلم ممكن بجد يتحقق. الماتش تحول لمعركة حقيقية، هجمة هنا وهجمة هناك، والتوتر بيزيد في كل أرجاء الملعب علشان يجي نجم الفريق الأول في البطولة جولي ويحط كورة سحرية بكعبه وتبقى النتيجة 3-1، نتيجة تخلي موناكو يتأهل للدور الجاي عشان ريال مدريد يقرر إنه ما عندوش أي حاجة يخسرها، وقرر إنه يهاجم ويضغط على المباراة بكل قوته. وفعلا راؤول يدخل جون ولكن يتحسب اوفسايد بدافع شوية مليمترات. من الناحية التانية موناكو بيلعب على الهجمات المرتدة الخطيرة بقيادة البديل شعباني نوندا اللي يحط كورتين في العارضة، وراؤول فضل مكمل في الضغط اللي هو بيعمله ويضيع فرص بالجملة كانت كفيلة تخلي ريال مدريد يكسب المباراة. ولكن اللي احنا ما كناش عارفينه وبالذات لعيبة ريال مدريد ان النهاية كانت اتكتبت فعلا من ساعة جول جولي، وكلنا بيصفر وموناكو بتتأهل للدور الجاي وسط ذهول من الجميع، والجماهير مش مصدقة اللي موجودة في الملعب عشان يعلن انتهاء مهمة شبه مستحيلة تحولت في الآخر لواحدة من أعظم المعجزات الكروية. دي اند، عنوان بسيط قوي في جريدة الماركة الأسبانية عليها صورة راؤول مع عنوان تاني أهلا بكم على الأرض في إشارة للجلاكتيكوس في جريدة AS. عنوانين كانوا كفيلين يقولوا لك الحالة العامة اللي كانت موجودة ساعتها بعد خسارة ريال مدريد. عنوانين على قد ما هم بساط جدا على قد ما بيبينوا لك إن الفلوس عمرها ما هتشتري بطولات، وفعلا دي كانت بداية النهاية لجيل الجلاكتيكوس. وبعدها ريال مدريد فعلا ما بيقومش من الصدمة اللي حصلت له وينهي الدوري في المركز الرابع وينهي موسم كارثي بعد ما كان ابتدى بحلم السيطرة على أوروبا وينتهي بهذه الكارثة في وقت موناكو كان بيكتب واحدة من أعظم قصصه. وعشان كده الماتش ده فضل عايش لحد النهاردة ويعتبر واحد من أعظم ليالي دوري أبطال أوروبا، ويعتبر كمان واحد من أعظم القصص في عصر الديناصورات. استنونا، لسه عندنا حلقات كتير هنفضل نحكي فيها عن عصر الديناصورات واللي حصل قبل كده. شكرا، مع السلامة.